ما تخليناش نضحك على بعض. البراند الشخصي مش رفاهية، ده استثمار في نفسك. صدقني لو انت لسه فاكر او من الناس اللي لسه شايفة ان البراند الشخصي مجرد شو ورفاهية على السوشيال ميديا، يبقى انت لسه ما فهمتش اللعبة صح يا صديقي. الموضوع بقى اكبر بكتير من انك انت تنزل شوية صور شكلها حلو او بوست عليه شوية لايكات. البراند الشخصي بقى هو العملة اللي الشركات بتشتري بيها ثقة الجمهور، والمفتاح اللي بيفتح لك أبواب فرص عمرك ما كنت تحلم بيها. طيب السؤال هنا، ليه البراند الشخصي أهم استثمار في الزمن اللي احنا عايشينه ده؟ الناس دلوقتي بتشتري اسمك والثقة اللي بنوها معاك قبل ما يشتروا منك. لو انت مش ظاهر مش هتتباع، علشان الشركات الكبيرة بقوا بيدوروا خلاص على الشخص مش المنتج. شوف كده أي منتج أو خدمة ناجحين هتلاقي وراهم شخص مؤثر وواضح بيقود فكر مش بيبيع سلعة. علشان احنا دلوقتي في زمن الذكاء الاصطناعي اللي بقى فيه المهارة لوحدها مش كفاية. اللي هيكسب هو اللي هيعرف يستخدم مهارته ويبني بيها قيمة وقصة ووجود ذهني في السوق اللي هو بيستهدفه. والأهم بقى من كل ده، البراند الشخصي في حد ذاته كمان مش مجرد صورة ذهنية للناس، ده أكبر أصل رقمي أنت ممكن تبنيه لنفسك في حياتك. أصل بيتحول لعلاقات وشغل والدخل ثابت والشراكات والفرص جديدة عمرك ما توقعتها قبل كده. بس خد بالك، البراند الشخصي مش بيتبني بالعشوائية ولا بيتبني بالحظ. البراند الشخصي بيتبني بالتخطيط والتنفيذ، وبيتكمل من خطة واضحة بتبدأ من تحديد القيمة اللي انت عاوز تصدرها للناس لحد ما اسمك يفضل يثبت ويرن في عقول الناس في المجال اللي انت بتتكلم فيه. لو عاوز نصيحتي ابدأ من دلوقتي، خليك انت المنتج الاول في حياتك. ولو عاوز تتعلم اكتر عن البيرسونال براندنج تابعني في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.